ايه الفرق ما بين ان انا اجي العب بالشكل ده ولما اجي العب بالشكل ده؟ الحركه اللي عملتها دي اسمها شولدر اكستنشن. شولدر اكستنشن ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده. فالمهم ان انا العظمه دي بتبقى في الجزء ده وبترجع لورا. الحركه اسمها شولدر ادكشن. في الحالتين الاثنين هم بتوع اللات، ولكن هتفرق العضله المساعده. يعني هنا البايسبس بتشتغل معايا عشان انا عامل القبضه سوباينيتد، فكده البايسبس بتشتغل وبيبدا يقل التفعيل على السكابيولا انها تتحرك. طيب هنا السكابيولا بتعرف تتحرك شويه وبتبدا برضو تشغل العضلات بتاعه الابر باك عندي شويه. في ناس كتير بتبقى فاكره ان اللات بول داون هو بيشغل اصلا الابر باك. السؤال هنا، هل انت بتعمل ريتراكشن دي؟ هل انت بتضم لوحين الكتف على بعض بشكل كامل، ولا هم يا دوب بيتحركوا كده شويه؟ ففي جزء من الريتراكشن بيحصل بس بسيط مش كبير، لان انت وانت نازل بتعمل حركه داونورد روتيشن يحصل في الداونورد مع ريتراكشن، يعني لوح الكتف بينزل تحت وبيخش لجوه. فعن طريق اللفه دي مين بيشتغل؟ الرومبويدز. الرومبويدز بيكون هنا شغاله عشان تسحب لي لوح الكتف لجوه. ايه الفرق ما بين ان انا اجي العب بالشكل ده ولما اجي العب بالشكل ده؟ الحركه اللي عملتها دي اسمها شولدر اكستنشن. شولدر اكستنشن ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده. فالمهم ان انا العظمه دي بتبقى في الجزء ده وبترجع لورا. الحركه اسمها شولدر ادكشن. في الحالتين الاثنين هم بتوع اللات، ولكن هتفرق العضله المساعده. يعني هنا البايسبس بتشتغل معايا عشان انا عامل القبضه سوباينيتد، فكده البايسبس بتشتغل وبيبدا يقل التفعيل على السكابيولا انها تتحرك. طيب هنا السكابيولا بتعرف تتحرك شويه وبتبدا برضو تشغل العضلات بتاعه الابر باك عندي شويه. في ناس كتير بتبقى فاكره ان اللات بول داون هو بيشغل اصلا الابر باك. السؤال هنا، هل انت بتعمل ريتراكشن دي؟ هل انت بتضم لوحين الكتف على بعض بشكل كامل، ولا هم يا دوب بيتحركوا كده شويه؟ ففي جزء من الريتراكشن بيحصل بس بسيط مش كبير، لان انت وانت نازل بتعمل حركه داونورد روتيشن يحصل في الداونورد مع ريتراكشن، يعني لوح الكتف بينزل تحت وبيخش لجوه. فعن طريق اللفه دي مين بيشتغل؟ الرومبويدز. الرومبويدز بيكون هنا شغاله عشان تسحب لي لوح الكتف لجوه.